السلام عليكم ورحمة الله. رسميا هذا اللاعب عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي يعلن رسميا أنه لاعب لمنتخب الجزائر. هنعرف في هذا الفيديو من هو اللاعب الجديد الذي أعلن خلاص عن اختياره الجزائر وسينضم في التربص المقبل. ولكن عزيزي المتابع، طالما وصلك هذا الفيديو ما تنساش أنك تشرفنا وتشترك معنا في هذه القناة ولايك علشان الفيديو ده نشوف عدد من الناس. واذكر الله وصلى على النبي أهم شيء. ويلا بينا ندخل في الموضوع على طول. وأخيرا وبعد طول انتظار وبعد إعلان الصحافة والصحف والمجلات أن اللاعب جزائري، خرج اللاعب بنفسه اليوم أمين شيخة نجم نادي كوبنهاجن الدنماركي وكتب هذه الرسالة الموجهة إلى الاتحاد الجزائري وبيتكوفيتش ومنتخب والجماهير الجزائرية. أكتب بمشاعر مختلطة لأب جزائري وأم دنماركية ولدت في الدنمارك، فهما شخصان رائعان قدما لي كل ما أملك. هما لم يغصباني على اختيار أي منتخب، دعماني دائما لكي أكون الأفضل. أشعر بأني جزائري ودنماركي في نفس الوقت، ولكن جاء وقت كان لابد علي من اختيار تمثيل منتخب واحد فقط لا غير. ولكن في الآونة الأخيرة شعرت بدعم كبير وحب كبير من الجماهير والشعب الجزائري الذي دائما كان يدعمني في الفوز وفي الخسارة. وقد قدم لي مؤخرا الاتحاد الجزائري مشروعا جيدا وطموحا بشكل لا يصدق، يتوافق تماما مع الطريقة التي أرى بها مستقبلي الدولي. وأعلن رسميا عن اختيار تمثيل المنتخب الجزائري بعد دراسة كبيرة جدا وبناء على تقييم شامل اتخذت القرار اليوم. وفي الختام أود أن أشكر الاتحادية الدنماركية لكرة القدم التي كانت دائما ما تدعمني. للإشارة إخواني الكرام، أمين شيخة مركزه رأس حربة، لاعب رائع جدا جدا، 17 عاما ونصف. إن شاء الله يكون اللاعب مستقبل للخضر. شاركنا رأيك عزيزي المتابع، والسلام عليكم ورحمة الله.